أهلا بيك ويا رب تكون بخير. كان حلمه الفن وساب التعليم علشانه ومات في سبيل حلمه. مات على خشبة المسرح قدام الجمهور ومحدش خد باله. الجمهور كان فاكره إن ده جزء من العرض. خلي بالك من الراجل ده. الكلمتين دول قالهم وزير الثقافة ثروت عكاشة لمحافظ الدقهلية. كان بيحضر البروفات النهائية لمسرحية شلها يا أبو زعيزع، وفي وسط البروفات خطف نظره شاب موهوب جدا، وعلى طول توقع إنه في يوم هيبقى فنان كبير. كله يدلع نفسه، حديد على حديد يفعل الله ما يريد. أكيد سمعت الجمل دي قبل كده. أهو الجمل دي كانت للفنان إبراهيم عبد الرازق، اللي أكيد عارف شكله وشفته في أفلام كتير قديمة، لكن قليل اللي يعرف اسمه أو يعرف حاجة عن حياته. هو فتوة المولد في مسلسل غوايش، وهو دحروج القط في فيلم المطارد، والدكروري في سعد اليتيم، وشندويلي في عنتر شايل سيفه. يعتبر ما قدمش دور طيب في حياته، كل أدواره كانت شرير. في حياة السينما المصرية بنلاقي وجوه كتير قدمت أدوار الشر، لكن قليل منهم اللي ساب علامة مميزة في قلوب الجمهور. وواحد من الوجوه دي كان إبراهيم عبد الرازق، فتوة السينما اللي اتشهر بأدواره كزعيم العصابة أو البلطجي أو الفتوة. الحقيقة إن حياته الشخصية كانت عكس الأدوار اللي هو بيقدمها في السينما، لأنه كان إنسان طيب وبيشهد على طيبته كل اللي عرفوه، سواء من الوسط الفني أو من أسرته أو أي حد اتعامل معاه. في قاعدة كده موجودة في عالم الفن عموما بتقول: اللي يقدر يقدم دور الشر بطريقة تخليك تكرهه يبقى ممثل عبقري. وإبراهيم عبد الرازق كان واحد من الممثلين دول اللي قدروا يتقنوا أدوار الشر لدرجة إنك بتبقى عايز تنتقم منه وهو على الشاشة. كان عنده قدرة إنه يجسد الشخصيات الشريرة بأسلوب يخليك تصدق وتحس إنها حقيقية. كره الجمهور ليه في الأدوار اللي بيقدمها ده دليل على موهبته الكبيرة. حياة إبراهيم عبد الرازق مليانة حكايات وأسرار وتحديات صعبة، واللي هنقوله يمكن يكون بيتقال لأول مرة. ولو انت أول مرة تشوفنا وعايز تعرف أكتر عن حكايات النجوم المنسيين وتعيش سحر الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف مين هو فتوة السينما إبراهيم عبد الرازق. إبراهيم عبد الرازق اتولد سنة 1942 في كفر الترعة القديم بمركز شربين في محافظة الدقهلية. حفظ القرآن من صغره، وكان دايما شايف نفسه إنه هو هيبقى فنان وهيمثل، وكان عنده حلم إنه يقف على خشبة المسرح. بعد ما خلص الثانوية العامة اللي اكتفى بشهادتها، قرر يكرس نفسه لهوايته المفضلة، فالتحق بفرقة شربين المسرحية. إبراهيم عبد الرازق كان موهوب في تقديم الأعمال التاريخية، وده لبراعته في نطق اللغة العربية، وده بيرجع طبعا لحفظ القرآن وهو صغير في كتاب القرية. في يوم كان بيقدم عرض مع الفرقة المحلية بالمنصورة، وشافه ساعتها الفنان والمخرج المسرحي سعد أردش، وكان بيقدم إبراهيم وقتها دور شرير. سعد أردش نصحه إن هو يروح القاهرة وهناك هيعرف يظهر موهبته ويقدمها للناس. إبراهيم لما حس إن المسرح في شربين مش كفاية، بدأ ياخد بنصيحة سعد أردش، وقرر ياخد خطوة جريئة وينتقل للقاهرة العاصمة اللي فيها كل أحلام الفنانين. جه على القاهرة بفكره وطموحه، وهناك لقى سعد مستنيه، اللي مش بس نصحه، لأ ده كمان ساعده ودعمه علشان ينضم مع مجموعة نجوم وممثلي الفرق التمثيلية بالمسرح القومي. وفعلا اتعين إبراهيم بالمسرح القومي وشارك في تقديم مسرحيات كتير، وكان منها الملوك يدخلون القرية، مأساة جميلة، بستان الدم، أدهم الشرقاوي، ولاد العفاريت الزرق، الملك معروف، وغيرها. وبعد المسرح اتفتح له باب السينما في السبعينات. كان عنده إصرار إنه يلاقي مكانه في عالم الفن، وبدأت الناس تعرف اسمه من خلال أدوار صغيرة، لكن بصمته كانت واضحة من أول لحظة. بداية إبراهيم عبد الرازق في السينما ما اعتمدتش على موهبته بس، لأ دي اعتمدت على شكله وصوته، لما المخرجين حصروه في الوقت ده مع الأدوار الشريرة في الأفلام التاريخية. المخرجين كانوا شايفين إن ملامحه القوية وصوته الغليظ بيناسبوا أدوار الشخصيات التاريخية اللي شخصيتها قوية وليها هيبة.
علشان كده كانوا بيختاروه في أدوار كفار قريش في عهد الإسلام الأول، وبعد شوية بقى اسمه مرتبط بأدوار الشر التاريخية لدرجة إنه اتلقب بأشهر كفار قريش. وكان أول دور كبير ليه كان في فيلم عظماء الإسلام لما جسد شخصية عبد الرحمن بن ملجم قاتل الخليفة علي بن أبي طالب. النجاح اللي حققه من الدور ده فتح له أبواب تانية في عالم السينما، وبدأ يشارك في أفلام كتير زي سعد اليتيم، ضرب الهوى، تل العقارب، امرأة من زجاج، والمحفظة معايا. ومن هنا بقت أدواره أكتر تنوع، قدم فيهم شخصيات المعلم والبلطجي والزعيم. إبراهيم قدم للسينما أكتر من 61 عمل فني تنوعت ما بين السينما والتلفزيون والمسرح. ومن أهم الأفلام اللي شارك فيها عنتر شايل سيفه، المذنبون، الكذاب، حمام الملاطيلي، البعض يذهب للمأذون مرتين، المطارد. وفضل شغال بنفس الروح والإبداع لحد آخر أفلامه، الملائكة التي تسكن الأرض، اللي كان بمثابة ختام لمشواره السينمائي اللي مليان بالشخصيات المعقدة اللي كان بيحب يجسدها. مين ينسى الدكروري في فيلم سعد اليتيم، الشخصية الشريرة اللي ليها هيبة وسطوتها. ظهوره كان بيوتر المشاهد اللي كان دايما بيفضل يقول يا رب ما يقتل حد أو تجيله أي مصيبة ودوره ينتهي. إبراهيم قدر يلعب الدور بكل تفاصيله، من نظرة عينيه لحد صوته. إبراهيم عبد الرازق كان عنده حضور قوي في السينما، دايما بيخطف الأضواء، وظهوره بيعمل حالة من الارتباك للمشاهد. ورغم إن أغلب أدواره في تقديم الشر، إلا إن كل دور قدمه كان مختلف عن التاني، يعني كل دور بشرير مختلف. بس العجيب إن إبراهيم عبد الرازق في الحقيقة كان عكس الصورة اللي بيطلع بيها في السينما. كان إنسان طيب جدا عكس الشخصيات اللي بيقدمها، وكان معروف بين زملائه في الوسط الفني إنه بيحب الخير ودايما بيحب يساعد كل اللي حواليه. يمكن دي كانت المعادلة اللي خلت الجمهور يكرهه في أفلامه، لكن بيحبه كإنسان. إبراهيم كمان كان ليه رصيد كبير في التلفزيون، وقدم مسلسلات كتير، وكان أشهرها مسلسل غوايش مع الفنانة صفاء أبو السعود في بداية حياتها الفنية، الرجل والحصان، كابتن جودة، أجمل الزهور، برديس، أنهار الملح، جمال الدين الأفغاني، الطريق إلى سمرقند، حصاد البشر، وغيرها. وكان آخر مسلسل قدمه كان في أواخر أيامه، وقدم وقتها دور إنساني جميل في مسلسل كابتن جودة مع الفنان سمير غانم. نهاية الفنان إبراهيم عبد الرازق كانت فعلا مأساوية وصادمة لكل اللي عرفوه أو اشتغلوا معاه في الوسط الفني. في 29 يناير 1988 كان إبراهيم بيقدم دوره في مسرحية كعبلون مع الفنان سعيد صالح على خشبة المسرح. الليلة دي ما كانتش مختلفة عن باقي ليالي العرض. إبراهيم كالعادة كان بيشتغل وبيحط كل طاقته وإحساسه في الدور علشان يسعد الجمهور اللي جاي يتفرج عليه. لكن في الليلة دي حس إبراهيم بتعب غريب، قلبه كان بيوجعه وبدأ يشعر بالإرهاق الشديد وهو على المسرح. ورغم كل ده كان عنده إصرار غريب إنه يكمل العرض للنهاية. هو ما بينش لأي حد إنه هو تعبان أو إن في حاجة غلط، وده طبعا علشان هو طول عمره بيحترم شغله وجمهوره. وفعلا كان قرب يوصل للجزء الأخير من المسرحية، ووقت ما كان بيقول آخر جملة في العرض وقع فجأة وأغمى عليه. الجمهور اللي قاعد في الصالة افتكر في الأول إنها حركة من ضمن التمثيل، بس مع مرور الوقت واللخبطة اللي حصلت على خشبة المسرح بدأ الكل يستوعب إن في حاجة غلط. الفنانين اللي معاه جريوا عليه يحاولوا يفوقوه، والستارة اتقفلت بسرعة عشان الموقف ما يبقاش صعب على الجمهور، واتصلوا بالإسعاف اللي جت تنقله بسرعة للمستشفى. وكان الكل في حالة صدمة، وفي الطريق للمستشفى قلبه بدأ يضعف أكتر. ورغم كل محاولات الفريق الطبي اللي معاه في الإسعاف إنهم ينقذوه، إلا إنهم ما قدروش يعملوا حاجة. إبراهيم عبد الرازق أسلم الروح في سيارة الإسعاف، وقلبه توقف قبل ما يوصلوا المستشفى ورحل عن عالمنا. خبر وفاته انتشر بسرعة في الوسط الفني، وما كانش حد مصدق إن إبراهيم اللي كان لسه واقف على خشبة المسرح بكل قوته وحماسه رحل فجأة. دي كانت صدمة كبيرة لكل زملائه والجمهوره، خاصة وإنه كان في عز شبابه وعطائه الفني. إبراهيم توفي في سن صغير عن عمر 45 سنة، ومحدش كان يتخيل إنه هيرحل بالشكل ده. الغريب إن المقربين منه زي صديقه الفنان زكريا موافي حكوا إن إبراهيم كان دايما بيتمنى يموت وهو واقف على خشبة المسرح. كان دايما يقول نفسي نهاية عمري تبقى في المكان اللي بحبه،
المسرح، وكأن القدر كان بيسمعه وحقق له أمنيته، لأنه فعلا مات وهو بيأدي دوره على خشبة المسرح. النهاردة لما الناس تفتكر إبراهيم عبد الرازق مش بس بتفتكره كشرير السينما، لكن كفنان عاش ومات وهو بيقدم للفن كل اللي عنده، وده اللي خلى ذكراه تفضل في قلوب جمهوره وزمايله في الوسط الفني. لو فاكر دور أو مشهد للفنان إبراهيم عبد الرازق شاركنا بيه في التعليقات، وكمان اكتب لنا عن نجوم منسية تحب إن احنا نتكلم عنهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن المتعة ما انتهتش هنا، عندنا فيديوهات تانية لنجوم عاشوا في الظل وآن الأوان نعرف حكاياتهم. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.